هصورك انت. تعالى بقى. استنى بس. معرض النهارده حدث له كذا سنة ما اتعملش، ان احنا فكرنا نوزع ملابس مجاني، ملابس للعائلات المستورة اللي الدنيا والغلا والحاجات والأزمة الاقتصادية الحالية حبينا نتحاشاها، وحبينا ان احنا نتخطاها ونفرح قلوب الناس ونرسم على وجوههم البهجة ان هم يقدروا يلاقوا حاجة في هذا الوقت الصعب، وبمناسبة طبعا الأعياد اللي احنا فيها. فدخول الأعياد ده أصبح كان مهم جدا إنه الوقت ده يبقى فيه مثل هذا الحدث. الحدث ده سمع كويس جدا مع السادة المسؤولين. حضر معانا اليوم السيد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية الدكتور حسام فوزي، حضر معانا أيضا السادة النواب، نواب شبرا الدكتور إيهاب الطماوي والعقيد محمد راضي، نواب شبرا وارض الفرج، اللي ساعدوا جدا بهذا الحضور وساعدوا جدا بهذا الحدث اللي احنا يعتبر سبق عملناه في شبرا. وايضا كان معانا وزارة الشؤون، وزارة التضامن، إدارة شبرا، مديرة الإدارة الأستاذة حنان عزيز، والتي حضرت بالنيابة عن السيد وكيل أول الوزارة مدير مديرية القاهرة الأستاذ أحمد عبيد. ولكن احنا معانا دايما برضو في اليوم دوت بيبقى حي شبرا كله ممثلا في الدينامو بتاعه الاستاذ محمد عبد النعيم رئيس الحي. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده جمعيه الكرمه عامله حدث عظيم جدا بمناسبه الاعياد. حبينا نعمل معرض فرح كل الناس، في اطفال وشباب وبنات، فالنهارده يوم مميز جدا عشان نفرح كل الناس. سعدنا جدا ولما وجدنا ان المعرض وهو معرض الكرمه الخيري للعطاء، اسمه معرض العطاء لأن في آية الكتاب المقدس بتقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، وأيضا المعطي بالسرور يحب الرب. فالمعطي والعطاء بيفرح قلب ربنا، لأن احنا بنفرح قلب أولاده اللي بيحبوهم ربنا، وهذا كان حاجة عظيمة جدا. الإقبال شهد إقبال من المسيحيين والمسلمين من أهالي المنطقة. أهالي المنطقة كلهم اللي هم يتمتعوا حتى بتكافل وكرامة، اللي مقيدين أساميهم في إدارة الشؤون، ومسلمين ومسيحيين كانوا بيتمتعوا بهذا المعرض. المعرض مفتوح النهاردة الأربع وتاني يوم برضه الخميس، وإلى أن تنتهي الملابس الموجودة، والكل متاح له إن هو ياخد قطعة واثنين وثلاثة مجانية تماما 100%. بيحتوي على لبس للسيدات والأطفال في جميع الأنواع، ملابس أطفال، ملابس رجال، بدل رجالي، ملابس أولاد وبنات وشابات، وجميع أنواع الملابس موجودة ومتنوعة، حتى الأحذية كلهم موجودين ويتمتعوا بوجود هذه الحاجات.